من ديوان نبض قلبي بين الأوراق، الجزء الثالث، خاطرة بعنوان ما هو الوفاء. كلماتي وبصوتي ومونتاج الفيديو مني أنا الأديب الفلسطيني أستاذ خليل أبو رزق. ما هو الوفاء؟ الوفاء الحقيقي أن تجد شخصا ما معك في كل الظروف وليس حسب الظروف. احذر من الأناني صاحب القلب الأجوف، احذر من الأناني صاحب القلب الأجوف، من صفاته جبان أخوف، ينقاد للناس مثل الخروف، علاقتك معه الخطر فيها محفوف. الوفاء الحقيقي أن تجد شخصا ما معك في كل الظروف وليس حسب الظروف. احذر من الأناني صاحب القلب الأجوف، من صفاته جبان أخوف، ينقاد للناس مثل الخروف. علاقتك معه الخطر فيها محفوف. تعامل مع صاحب الخلق الحسن، تعامل مع صاحب الخلق الحسن وكن به شغوف، أصيل يساعدك ويساندك مهما كانت الظروف. تعامل مع صاحب الخلق الحسن وكن به شغوف، أصيل يساعدك ويساندك مهما كانت الظروف. لا يتخلى عنك، لا يتخلى عنك، وفي وجدانك وعقلك يطوف، رحيم وشهم ورؤوف وعطوف. إن وجدته إياك ثم إياك أن تتنازل عن صداقته، فالصدق عنوانه ويجل في معناه كل الحروف. إن وجدته إياك ثم إياك أن تتنازل عن صداقته، فالصدق عنوانه ويجل في معناه كل الحروف. في الحق معك يناصرك، وسيف بيدك مسلول من أمضى السيوف. لا ينسى القيم والمبادئ والمعروف، لا ينسى القيم والمبادئ والمعروف. علاقته معك ليس فيها كسوف أو خسوف، فيها استمرارية لا وقوف، فيها استمرارية لا وقوف. حديثه معك لبق ومألوف، يغار عليك وقلبه لسماع صوتك دائما ملهوف. إن أصابتك مصيبة يهب إليك ولا يجلس بعيدا عنك مكتوف. الوفاء صفة لا يقدر عليها إلا من كان أهلا لها، يعيش بين الناس لا في الكهوف. الوفاء صفة لا يقدر عليها إلا من كان أهلا لها، يعيش بين الناس لا في الكهوف. وليس شرطا أن يكون معه شهادة فيلسوف، فالوفاء لا يباع ولا يشترى، بل خلق متجذر في الطيب من النفوس. الوفاء صفة لا يقدر عليها إلا من كان أهلا لها، يعيش بين الناس لا في الكهوف. وليس شرطا أن يكون معه شهادة فيلسوف، فالوفاء لا يباع ولا يشترى، بل خلق متجذر في الطيب من النفوس. خليل أبو رزق، فلسطين.